السلام عليكم. اشتهر بأنه قاضي عصب ومصوع. كان والده خليفة من خلفاء المنطقة المشهورين. نتحدث عن القاضي حسن عثمان محمد إدريس، ويعود أصله إلى المملكة المغربية الشقيقة، حيث قدم جده إلى مصوع في العصر العثماني واستوطن فيها، ولذلك هو من مواليد مصوع الذي ترجع إلى عام 1877. وقد حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد البيضاني، وهو من أشهر القراء، وحفظ القرآن بالروايات السبع. تتلمذ في كافة العلوم الشرعية على يد علماء أجلاء ومشايخ فضلاء، أبرزهم الشيخ محمد أحمد بن فراوي والشيخ عبد الله أبو الفتح. وكان من ضمن الشيوخ محمد حامد بن فراوي والشيخ أحمد أبو الفتح. أخذ بعدها الطريقة الميرغنية عن السيد محمد هاشم الميرغني، وترقى بعد ذلك إلى أن وصل لمنصب خليفة الخلفاء. وفي عام 1900 تم تعيينه قاضيا لمدينة عصر، وأضيفت له نظارة القبائل الإسلامية فجمع بينهما، فكان ثاني من جمع بين القضاء الشرعي والنظارة بعد رفيقه القاضي عبد الله علوان. وفي عام 1922 تم نقله إلى قضاء مصوع. توفي القاضي حسن عثمان في عام 1951 بحرقيقه، بعد أن أفنى حياته في خدمة الأمة الإسلامية بإريتريا، وقد شيعته جموع غفيرة يسودها الحزن والحسرة على هذا الفقد الكبير.